السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة اكلات شهية ولذيذة. هنعمل النهاردة طريقة الكبدة الاسكندراني بطريقة سهلة وبسيطة، وهقولك على سر محلات الكبدة اللي هتخلي طعمها تحفة. مفيش حد هيدوقها من ايدك الا وهتعجبه جدا. بس لو اول مرة تشوفيني اتمنى ان انتي تشتركي بالقناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك علشان ده بيشجعني ان انا اقدر اكمل. يلا نبدأ بسم الله. جبت كيلو كبدة من الجزار، ويفضل ان هي تتحط في الفريزر شوية. ده بيسهل عليك ان انت تقدري تتحكمي في التقطيعه بتاعتها وتتقطع معاكي رفيعه. كل ما هتبقى رفيعه كل مش هتاخد معاكي وقت على النار. طبعا استخدمت الزبده والزيت، وبالنسبه للتوابل استخدمت الملح والفلفل الاسود والكزبره، واستخدمت فلفل حامي متقطع وفلفل رومي. وده بقى السر الخطير بتاع محلات الكبده اللي هينقل الكبده بتاعتك في مكان تاني خالص. عباره عن توم مفروم وفلفل مفروم وملح وشطه وكزبره، وحطيت عليها معلقه زيت. هاخد معلقة من التتبيلة دي وهضيفها عندي على كمية الكبدة الموجودة، وهقلبها كويس. يفضل ان هي تتساب في التلاجة ساعتين عشان تشرب من التتبيلة، بس انا هنا بالنسبة لي هشتغل فيها على طول. طاسة سخنة، ولازم الطاسة تكون سخنة على النار. هضيف عليها الزبدة، وطبعا هضيف مع الزبدة الزيت عشان الزبدة ما تتحرقش مني. مجرد ما الزبدة خلاص هتسيح معايا وهفككها من بعض كويس. انا بتأكد تاني ان لازم تكون الطاسة سخنة. هضيف بقية كمية التتبيلة اللي عندي اللي هي الثوم، وهقلبها كويس. اهم حاجة عندي انا بس عايزة ريحة التوم تطلع، مش عايزاه ياخد اي لون خالص. مجرد ما ريحة التوم طلعت خلاص كده تمام. هبتدي اضيف كمية الكبدة اللي عندي. والتريك اللي عايزاكي تاخدي بالك منها ان انا هفرد الكبدة في الطاسة، مش هقلبها خالص. انا عايزاها تاخد صدمة، وعايزاها تفضل جوسي ومحتفظة بالسوائل بتاعتها وما تنشفش مني. مجرد ما يبتدي لونها يتغير ابتدي اقلبها. خلاص كده لونها ابتدى يتغير معايا، هقلبها واقلبها كويس وتتشوح معايا على النار لحد ما كلها تاخد لون واحد. خدي بالك الكبدة ما بتاخدش وقت خالص على النار، 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير بتكون جهزت معاكي. أكلة مغذية وجميلة ومعمولة بنظافة جوه البيت. خلاص كده أنا قلبتها كلها تقريبا خدت لون واحد مع بعض. هبتدي أحضر التوابل بتاعتها اللي هضيفها عليها. أنا هضيف بالنسبة لي هضيف التوابل، بحب أضيف عليها ملح وفلفل وكزبرة بس مش أكتر. الكبدة مش عايزة توابل كتير. هقلبهم كويس لحد ما المكونات كلها تتجانس مع بعض. أنا مش عايزة أقولك ريحتها وطعمها عامل إزاي، والريحة كانت تحفة. خلاص كده تقريبا جهزت معايا. هبتدي اضيف عليها كمية الفلفل الموجودة عندي. انا كترت من كمية الفلفل الرومي اكتر من الفلفل الشطة او الفلفل الحامي، دي حاجة بترجع لك انتي. هقلبها كويس، بس عايزاكي تاخدي بالك من حاجة هنا برضو، ان انا عايزة الفلفل مش عايزاه يتهري معايا، انا عايزاه بس يتشوح حاجة بسيطة ويفضل فيه طعم القرمشة عشان يبقى طعمه جميل. تقريبا كده خلاص الكبدة جهزت معايا، ريحتها وطعمها تحفة. تقدري تقدميها مع رز أبيض أو مع مكرونة، أو تتاكل بعيش بلدي، أو تتعمل سندوتشات في عيش فينو. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وتكون الوصفة سهلة وبسيطة، وإن شاء الله تجربوها وتقولوا لي إيه رأيكم، واستنوني في وصفات تانية جديدة. شكرا ليكم.